ويرجع يلاقي مصر داخله في حرب اليمن، فيقرر الرئيس عبد الناصر ان يبعتوا اليمن لقياده العمليات هناك. وكان حرب اليمن دي عشان استقلال اليمن واستقلال عدن تحديدا من ايد بريطانيا، وكمان عشان يخلصها من النظام الراجع المتخلف اللي كان موجود. وسافر فعلا سنه 1965 ورجع سنه 1966، وقال على خسائر حرب اليمن دي ان مات مننا حوالي 1000 واحد، لان الجماعات اياها بتفخم في الموضوع وبتقول لك ان احنا مات مننا 80,000 واللي يقول لك احنا مات مننا 50. فهو حسم الموضوع وقال لك 1000 واحد بس، وقال عليها ان سياسيا كان لازم مصر تخش اليمن لان فيما بعد هنحتاجها في حرب اكتوبر اصلا. واستقلال عدن ده هو اللي ساهم بشكل كبير جدا في استقلال قطر والامارات والعراق، فكان لابد من الحرب دي. ورجع مصر وشكل كتيبه عرفت باسم مجموعه الشاذلي، وكانت مكونه من كتيبه مشاه وكتيبة دبابات وكتيبتين من الصاعقة. ودي برضو كانت أول وآخر مرة يتكون مجموعة زي دي في الجيش، وبرضو كان متميز في النقطة دي.